المواضيع والخلوق أيضا في تصريحاته. هو المدرب الحالي طبعا للمنتخب المغربي، يتحدث أيضا ما تعلق بهذه المباراة. المباراة ديال ربع النهائي اللي هي مباراة مهمة، مباراة مؤهلة لكأس العالم، غنعطيوها الاهتمام ديالها، غنعطيوها الأهمية ديالها، غنعطيو للخصم الاحترام اللي تيستاهل. أكيد المواجهات دائما ديال فرق شمال إفريقيا عندها طعم خاص، كاين هناك ندية، هي ديربيات يعني متعود عليها الجماهير، تيكون فيها يعني نكهة خاصة، تكون عندها حماس خاص. طبعا الفرق يعني تطمح للفوز بهذه المباريات، فاكيد انه مباراه بين دول شمال افريقيا ما تتشبهش مباراه بين فريق مثلا شمال افريقيا ودول جنوب الصحراء. كاين اختلاف كبير وكاين اهتمام كبير في الجانبين، في الشعبين للمباراه، ولكن يعني تتبقى مباراه في كره القدم على ارضيه كره القدم وبساط كره القدم. طبعا كانت هذه التصريحات التي تسبق المباراة. مختار حالتي نبدأ معك، المدرب والتقني الرياضي. مباراة ديربي، مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة تلعب على الوتر المتعلق بالجانب الذهني والبسيكولوجي في ظل حساسية طبعا المباراة رياضيا وكرويا، لأنها أيضا مؤهلة إلى المونديال. هذا الذي وضعه كل مدرب ومنتخب هدفا له خلال مشاركته في الكان. بكل صراحة كيف ترى المواجهة في ظل المواجهات السابقة للمنتخب الوطني في الكان وايضا مواجهات المنتخب المغربي؟ على كل حال والفريق المغربي فريق يعني ما يستهزاش به، قادرين نديروا يعني المفاجأة اللي باش نروحوا المقابلة الدومي فينال انا نقول، ومن بعد الحكايه تاع كوب دي موند. طبعا سي محفوظ بوقادوم، من ناحيه الفنيه التقنيه البسيكولوجيه الذهنيه، كيف وجدت هذا المنتخب في ظل الاخطاء الدفاعيه اللي تحدث عنها مختار حارثي؟ يقولوا انه في كره القدم المواجهات تتغير، مباراه ما تشبه المباراه. اليوم هذا الاستقبال الرائع والجيد للسلطات بولايه قسنطينه هو ايضا تحفيز معنوي للاعبيه والعناصر الوطنيه، ولكن خليني نقول لك ايضا هو ايضا ضغط على طفل في عمره 17 سنه. تعليقك؟ حقيقه الفريق نتاعنا الشبان نتاعنا هادو احسن لو كان جاو نورمال خير، فوالا جاو احسن. وزيد انا شاهدتهم في المقابلات اللي لعبوا مع السنغال، وشفتهم مع الكونغو، وشفتهم مع جنوب افريقيا. انا ما نكذبش عليك، مع الصومال كان المستوى نتاعهم متوسط، يعني مش مستوى عالي ومش ضعيف، ولكن هل نقول الضغط ربما لا بريسيون زايده على اللاعبين؟ الضغط في المقابله نتاعنا راح يكون ضغط صحيح حقيقي، راح يكون ضغط، والضغط هذا لازم المدرب يلعب دور كبير باش ينحي الضغط هذا عليهم، لان المغرب نحبوا ولا نكرهوا عندنا فريق قوي. انا شفتهم يلعبوا وشفت الفريق تاعنا نتاع الجزائر، يعني كاين فرق بين المستوى نتاع الجزائر ونتاع المغرب، ولكن في المقابله هذه كاين دفع معنوي، يعني من ناحيه السيكولوجيه اللعب تاع يعني لازم الجمهور تاعنا يلعب دور كبير، راح يعطي اضافه كبيره للاعبين تاعنا، تشجيعات من ناحيه الهجوم. المدرب كذلك لازم يعطي لمسه من عنده نتاع المقابله هذه، لازم اللمسه نتاعو تبان. لحد الان انا ما انتقدش المدرب، نو بصح تاكتيكمون كونتر الكونغو خاسر دار دي شونجمون اللي جابوا التيمار تاعها هو تأدي النتيجه صح، لكن المقابله اللي هذه الفاصله تسمى فاصله للمونديال وتاع المونديال. يعطيك الصحه، ما كانش مقابله بعد مقابله، بارك الله فيك. هذه مقابله فاصله. نتمناو احنا من المدرب رمان باش يمد اللمسه نتاعو، ما بانش اللمسه نتاعو لحد الان تكتيكيه وما شفناش اللعب الجماعي نتاع الفريق، كنا شفته فوضوي، ولكن شفنا مع السنغال مهزله كبيره، شفنا مع الكونغو اللي كنا ممكن نخسروا المقابله ونروحوا اوت، وللاسف الحمد لله الشونجمون نتاعو عطى اضافه، وهذا شيء جميل جدا. وان شاء الله نتمناو مع المغرب يكون سنعود للمباراه، سنعود الامور المتعلقه بالامور التقنيه. مرجاوي من فضلك ركز لي، تعطيني الصوره مكبره، هذا الصوره الرائعه، الصوره المعبره، الصوره التي تتحدث عن الروح الرياضيه، الصوره التي تعطي رساله قويه وقويه بين اخويه بارك الله فيك، ما بين نسقي رمان وما بين سعيد شيبه. سعيد شيبه هذا اللاعب المونديالي مدرب الحالي للمنتخب المغربي الذي اشاد باستقبال الجزائر، أشاد بالظروف التي أحيطت بالمنتخب المغربي.
هذا ما يؤكد للمرة الألف شيم وأخلاق الجزائر سلطة دولة جيشا وشعبا ما تعلق باستقبال أي بلد يحط بالجزائر. تبقى هذه الصورة رائعة تخفف طبعا من ضغط المباراة، ولأنه كرويا هي مباراة مهمة. نتكلموا الآن تكتيكمون اونتر شيبا، الديالوج تاع ما بين شيبا الحوار وبين مين سقي رمان. محفوظ بوقادم كيفاش تشوف الحوار بكل صراحة؟ والله شوف تكتيكي الفريق المغربي عنده تشكيلة متميزة، يعني عنده تشكيلة متكاملة. والفريق تاعنا المنتخب الوطني يعني فريق ما نقولش متكامل في بعض النواحي، في بعض سي محفوظ معليش، انت شاهدت المنتخب الجزائري؟ شفت المنتخب مليح، شاهدت المنتخب المغربي؟ شفت المغرب، عندك صح. تكتيكمون كيف تشوف الحوار؟ الاخرين يسون بلو فور علينا. في كال بوان؟ سي لو بلان جو، سي لو بلان اورغانيزاسيون، تنظيم في اللعب، ما من اللاعبين تاعهم احسن من اللاعبين تاعنا. هذه نقول حقيقه. انا شاهدت المغرب وشاهدت الجزائر وتبعتهم مليح، ولكن اليوم المدرب يلعب دور كبير في التنسيق بين اللاعبين. نجيك مختار، المدرب رمان لازم يلعب دور كبير في المقابلات. تتكلم على مختار، معليش مختار يتكلم على قوة منافس ويتكلم على اخطاء تاع منتخب وطني، ولو ان كجزائريين لابد ان نكون وراء هذا المنتخب، لابد ان نشجع هذا المنتخب، لابد معليش ما نمشي عليك مختار محفوظ الراي والاخر، لكن المباريات تختلف. في ماتش ديربي وين بيبليك وين مقابلات كاين لا تكتيك لا تكنيك، كاين اراده، كاين لا بريزونس وكاين لا كونسونطراسيون الى اخر رقم المباراه. انت لعبت في لو نيفو وتعرف هذا المستوى. دور كبير بارك الله فيك مع الفريق الوطني. اسمع مختار نعديك الكلام تاعو يحذر صح باش ناخذوا المقابله يعني بكل جديه صح. ولكن انا نقول لك المروك ما همش يعني فريمون فور علينا بزاف. انا شفت المقابلات ماشي الوديه تاع الفريق هذا، شفت مع بوركينا فاسو، شفت مع الجابون، شفت مع الجابون، شفت مع داروا مقابلات رائعين على كل حال. ولا سيما انا شفت في هذه يعني الدوره كان عندهم ضغط زياده، اللاعبين تاعنا كان عندهم ضغط زايد. انا نقول لك كاين خلل، كاين خلل من الجهه اليسرى عندنا. بارك الله فيك. الجهه اليسرى عندنا خلل صحيح، ونأكدها واكدناها في كان بولفار. حتى الكونغو كانوا يلعبوا على الرواق الايسر تاع المنتخب الوطني. انا ما نقولش بولفار، معليش بوندون 90 مينوت هما يلعبوا في هذاك الكلوار. والفريق المغربي قرانا مليح على الدفاع تاعنا. ولكن عندنا قوه لاعبين، عندنا 3 لاعبين لو كان يكونوا في اناطوف، والرقم 8 والله نسيت الاسم تاعو، شتيوي لاعب ممتاز. وعندنا في الميليو تيران بن علي. هاي والله صحيح. وكان يكونوا في نارم. انا نقول لك راح نديروا مقابله رائعه، وهذه المقابله تختلف عن المقابلات اللي جوزوا. وي هذا مصطفى واحد. شوف كي تقول سي جوست، كي تقول ما كان حتى مباراه تشبه صح. شكون يقول السعوديه تغلب بطل الارجنتين؟ شكون يقول؟ داخلين يعني كون تروح تسقسي الناس ولا قبل المباراه تقول الارجنتين يجوزوا عليهم. دونك سي فري كو بتاتر احنا مع السينيغال اون ايتي ديفايون، يا يو دي بولفار، يا يو دي واش تسميه كيما حبيت، مي المشكل دركا سي ان اوتر ماتش، دركا مباراه واحده اخرى. وشنو سني با باسكو ماشي على خاطرش كل مباراه ما تشبه لختها اللي نرقدوا قال بون معليش سا با شونجي. انا نقول باللي سور لو بلان بسيكولوجيك il faut que les joueurs يلعبوا ليبيري، باسكو سي فري انا ثاني شفت الفريق هذا يلعب، شفتو مام في هذوك تاع البوركينا فاسو والجابون اكسيتيرا، يا لا كاليتي، كاين نوعيه في الفريق، كاين جوده في اللعب، كاين واشن يفو با لور ماتر دو لا بريسون، صادير ما يلزمش نعلقوه، ماشي قال فوالا يلزم ويلزم خليه يلعب، اللعبوا كيما تعرفوا، اللعبوا كيما تعرفوا، يفو كي سوا ثاني بري سور لو بلان بسيكو واسمو فيزيك، يلزم ثاني يفو ريبوندر سور لو بلان فيزيك، ومن بعد سوني كما والكره هي اللي تختار. سي محفوظ بوقادوم رانا نتكلم ورش خير ما يتكلم عن جانب ذهني، بس لازم نتكلم على الجانب البدني اللي عانينا فيه مع المنتخب السنغالي. 4 أيام هل تراها كافيه اليوم لشقي رمان لتحضير المنتخب يكون اكثر جاهزيه من الناحيه البدنيه؟
حتى الذهنيه والبسيكولوجيه ينجم يكونوا جاهزين. لماذا؟ من الناحيه المعنويه المدرب عنده دور كبير هنا. صح، خلينا نخرجوا من المدرب. نخرجوا من المدرب. معليش. لكن الشيء اللي يعني شفته من ناحيه البدني نشوف باللي ما كافيش 4 ايام ما كافيش. هذا المشكل. صح، اسمح لي سي محفوظ. شوف سي فري 4 ايام يبانوا لك ما يكفيوش، بصح انا نظن راني شفت يعني رانا نتبعوا يعني كل واش هو يدير الفريق هذا. عندك يوم زايد عليهم سي لا لا ماشي على محفوظ واسمك تفضل يديروا راني نشوف باللي البارح باغ اكزومبل داروا لا كريوثيرابي جوست ابري الماتش هذاك داروا لي موان عطاوهم لي موان دو ريكوبيراسيون كاينين ما نظنش. وما تنساش سي دي جون دو 17 سامحني ريكوبير فيت خليه يناقشك بصافي. نو مي سي دي جوار دو 17 يقدر يلعب ماتش الصباح يقدر يلعب ماتش العشيه كومام. لان وحتى رمان انا على ماشي نتكلم هكذا. شوف سي تفضل من ناحيه التغيرات باسكو التشكيله وبدلها 2 فوا لا كومبوزون دو ليكيب باسكو كي تغير ما يكونش تنسيق في ما كانش استقرار. بارك الله فيك. ما كانش استقرار ستابيليتي دو ليكيب. فهمتك. ولهذا مصطفى حبيت نقول باللي 4 جور ما كافيش لان ما كانش. محفوظ ما تنساش باللي هذا المدرب هو بطل العالم مع هذا المنتخب. ما تنساش باللي هذا المدرب عنده سنتين مع هذا المنتخب. ما ننساوش باللي هذا المدرب من الاسماء التي اكتشفت مواهب عده. يعني مدرب اللي عنده نظره على الفرق السنيه في هذا السن. باش نعطوا له حقه ونشكر اسمح لي احنا في اخطاء اي نعم ان شاء الله يوقف عليها. اسمح لي دقيقه. لا باش نعرفوا حاجه سي اون كومبيتونس يعني. بارك الله فيك. كومبيتونس يعني. شوف رزقير ما سي مفروغ. الناس الشيء هذا مفروغ منه. شوف الناس ماشي ننتقدوا مدرب باش ننتقدوه. لا احنا ننتقدوه ما ننتقدوهش نمدوا الافاده بوتيتر توطافي. رمان هذا الفريق صافي كما قلتوا عنده عامين بطل العرب سفره مع الفريق. ولكن ما تنساش باللي هذا العام هذا خدا عده مقابلات يعني وديه خدا عنده فكره على كاع اللاعبين. ما نساوش باللي لما هو ما دارش اناطوف يلعب في المقابله الاخيره لان اناطوف كان مبليسي كان يلعب مبليسي وانا حاضر وشفت كان يلعب مبليسي. ولكن 4 ايام اللي قلت انت انا نقول باللي اناطوف ريكوبيرا اللاعبين الاخرين وهو برمج مقابله البارح لعبوا مع الكاك للاعبين اللي ما لعبوش بزاف باش يشوف يعني. ومصطفى عطاك نقطه مليحه قال لك يريكيبيريو تمتم اللاعب اللي فات. بيان سور الجون يريكيبيري رابيدمون. ومام شوف كل الامكانيات مدوها لهم كل الامكانيات. انا نقول باللي الفريق لهذه المقابله راهو محضر. تفضل محفوظ. راهو محضر وكما قال مصطفى ماشي كما قال نقولوا اديه. شوف لو كان ما تكونش لا بريسيون زياده على الفريق هذا يأدي مباراة كبيرة. انا معاه لا بريسيون اللي تخلي اللاعبين هذو لي جون هذو تكون ضغط عليهم. هذا هو الشيء اللي يخوفنا في المقابله هذه لان اللاعبين ما لعبوش كل ما بعضهم باسكو كاين اون كاسور دون لا كومبوزون دو ليكيب. كي انت ما تلعبش ليكيب مع بعضهم بوندون تو لي ماتش لعبوهم. بصح في المباراه الوديه لعبوا. انا عندي نظره التشكيله الاولى والتشكيله الثانيه. شفتهم لعبوا. لا عنده نظره دونك كان غير الحارس اللي ما كانش. بارك الله فيك. دونك المقابله هذه راح تلعب على جزئيات. وشنو هي الجزئيات؟ الجزئيات سي لي فوت سي الثغرات تاع الواحد اللي كوفرو. مفتاح الفوز هذه المباراه مختار حالتي بكل صراحه. والله غير نقول لك انا نقول لك انا لي رايي اكيد انا والله ندخل المقابله ما نبادرش. لا ما نبادرش ناخذ الاحتياط تاعو. جيري الماتش تاعي صح. الجزئيات شوف لو كان اول فرصه يستغلها فريق هو اللي راح يربح. مصطفى وائل. انا نظن الدراري هادو لازم يقولوا لهم باللي عندنا طريقه عندنا خطه رايحين نلعبوا بها. صحيت. عندنا منهجيه رايحين نديروا 3 5 2 ولا 4 4 وما على بالهم المدرب على باله. ومن بعد هذه نقدروا هو راح رمان. انا نقول لك راح يدخل ب4 4 2. لا معليش انا ما يهمنيش. انا ماشي واش عليه انا جيسبور. يلزم يعرفوا باللي يفو غاردي لا تيت فرواد حتى يصفر لا فان. نقدروا باغ اكزومبل ندخلوا 5 مينوت دو جو يماركيو علينا. فو با سافولي ما يلزمش خلاص نخلعوا باللي ماتش عندنا خطه نلعبوا بها. سي الفو شونجي اون شونجي في وسط الماتش. نخدم معك مي يلزم نقعدوا ترونكيل. يلزم نقعدوا زان. يلزم نقعدوا سوران في